السلام عليكم أيها الرائعون. أولا أنصحكم بزيارة قناة مفتاح الفكر والاشتراك فيها ليصلكم كل يوم مقطع جديد ومفيد. السلام عليكم متابعي قناة اشحن عقلك. قبل بداية الفيديو ندعوكم للاشتراك في قناتنا والضغط على زر لايك لدعمنا. شكرا. رجل معافى يرفض مفارقة سريره في المستشفى لمدة 3 سنوات، في حين أن معظم الناس لا تحب قضاء يوم واحد من حياتهم في المستشفى، إلا أن هناك رجل يبلغ من العمر 55 عاما في الصين رفض مغادرة المستشفى لمدة 3 سنوات كاملة على الرغم من حالته الصحية الجيدة. عندها تدخلت محكمة بكين وأمرت بإخراجه من المستشفى حالا، فقام بتقييد نفسه في السرير رافضا الخروج حتى جاءت الشرطة لتقطع الأقفال وتخرج هذا الرجل غصبا رغم أنه كافح من أجل البقاء في المبنى. كل شيء بدأ في أغسطس 2011 عندما ذهب السيد تشين إلى مستشفى بكين لتلقي العلاج من إصابات طفيفة كان قد أصيب بها أثناء تعرضه لحادث سير، وبقي في المستشفى لمدة شهر قبل الذهاب إلى المنزل، ولكنه بعد فترة من العودة للمنزل شعر بآلام في الساق. تم تشخيص حالته فوجد الأطباء بأنه مصاب بتجلط الأوردة العميقة، لذلك بقي 3 أشهر أخرى قبل الذهاب للبيت. إلا أن هذه المرة رفض السيد تشين رفضا قاطعا العودة للبيت، قائلا أنه لا يستطيع الوقوف على ساقيه من الألم، وكان السيد تشين قادرا على دفع الفواتير الطبية ومسؤولية المستشفى أن ترعاه. وظل في المستشفى لمدة 3 سنوات وقد فاته فيها زفاف ابنه عام 2012، ولكن أخيرا أظهرت التشخيصات أنه كان في صحة جيدة تماما، وهذا ما جعل المستشفى يضطر لطلب المساعدة القانونية لتقوم الشرطة بإعادته إلى حيه في بكين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، وليصل لك كل جديد اشترك الآن.